ازاي تعرفي ان انتي زوجة نكدية؟ لو انتي دايما بتكلمي جوزك في الشغل وتسأليه فينك وبتعمل ايه ومكلمتنيش ليه، واسأل عليا واهتم بيا، ودايما انتي اللي بتبعتي مسج اكتر في الشغل، فانتي زوجة نكدية. لو انتي لما بيرجع اول حاجة بتقابليه بيها استنيتك تتصل النهاردة وما اتصلتش، انت كنت بتعمل ايه وفين؟ اخرت ليه؟ وانا مش بقول ان انتي ما تسألهوش انت اخرت ليه عشان ما تفهميش غلط، ولكن انتي الطريقة نفسها اللي بتتكلمي بيها. لو انتي بتشكي وبتغيري كتير فده هيخلق نكد. لو انتي محسسه جوزك انه توم كروز وخايفاه يتسرق منك انتي هتعيشيه في نكد. ولكن لو انتي مدياله مساحته فوقتها مش هتعملي نكد، في نفس الوقت تبقي مسيطره. يعني ما تبقيش مدياله مساحته وتبقي زوجه مغفله، انتي تبقي مركزه وعارفه كل تصرفاته وتحركاته، ولكن بالراحه كده وانتي قاعده في مكانك، وانتي من غير ما تعملي اي نكد. رقم 3، انتوا عارفين انا عايزه اعمل الفيديو ده قدام جوزي واشوف ردة فعله بجد. عايزه اعرف انا في نظره ايه، هنبقى بالنسبه لك ايه. بس هو ملوش في الجو ده، بس نجرب نشوف. لو ما عملش كومنت على شكلك او عمل كومنت على اكلك فانتي وقتها بتقلبي الموضوع زعل ونكد وقمص وبتقلبي وشك. عادي لو عدت منه مره ان هو معلقش على الاكل او معلقش على شكلك او وات ايفر الاهتمام اللي انتي عملتيه في نفسك، عادي يعني لو هو معلقش عليه عدها له. لو انتي بتستلميه دايما شكوى، شكوى بقى مستمرة، انت بتعمل، انت ما بتعمليش، انت قصرت في كذا، انت مش عايز تعمل لي كذا. الشكوى المستمرة مش العتاب. قاعدين كده في قعدة حلوة وعاتبه على حاجة مزعلني فيها او ان انا واخدة موقف منه في حاجة. دايما بتشتكي، ومش بتشتكي منه بس، انت بتشتكي منه ومن اهله ومن اهلك، ودايما هو بالنسبة لك جنبك كده عبارة عن شكاية. عادي ان جوزك يبقى صاحبك، ولكن حتى الصحوبية مع جوزك بتبقى بحدود. على فكرة جوزك ما ينفعش يتحكي له كل حاجة، ما ينفعش. في الاول وفي الاخر بني ادم، في الاول وفي الاخر عادي ان هو يتضايق ويمل منك، وعادي كمان ان هو فيما بعد يقولك ما انتي حصل فيكي كذا كذا او طلع منك كذا كذا، ويفتح المواضيع اللي انتي ممكن تبقي نسيتيها. فجوزك مش صاحبك. الصحوبية محتاجة تفهميها صح. الصحوبية حتى مع المقربين لينا لازم تبقى بحدود. بتحملي جوزك ذنب الملل اللي انتي فيه في فترة غيابه. المشكلة ان الست بتتجوز الراجل وبتلغي حياتها على جنب. لما بتتجوزه بكل تفاصيله وبتعيش كل حياته، فبالتالي بتقلب نكدية غصب عنها، لان هي حياتها قبل الجواز انتهت اصلا، وهي خلقت حياة كل هدفها جوزي هيعمل لي او انا اعمل له بس، لكن انا اعمل نفسي ايه دي مش موجوده. حتى اللي انتي بتعمليه لنفسك مستنيه هو يعمله لك، فبالتالي انتي لغيتي حياتك على جنب. لكن لو انتي مش عايزه تبقي نكديه واهتميتي بنفسك وشغلتي نفسك بنفسك، والله ما هيبقى عندك وقت تبقي نكديه. لو انتي عندك نظام في يومك كده حتى لو مش بتشتغلي، ولكن عندك نظام في يومك، مستحيل تبقي نكديه، ان انتي هتبقي زيك زيه، هتبقي فاصله، هتبقي عندك من الصبح كده مسؤوليه وشاغله نفسك بحاجات كتير، فهيجي التايم اللي هو هتقعدوا مع بعض هتبقي فاصله اصلا. لكن الفراغ بيخلق نكد، بيخلق وحده، بيخلق اكتئاب. انا مش بلومك على ان انتي اوقات بتبقي نكديه وزعلانه ومتطلبه، احيانا هرموناتنا بتحكم علينا بكده، ولكن ما تاخدهاش حجه. ما تاخديش هرموناتك حجه ان انتي تبقي نكديه. ركزي، هرموناتنا دي بتبقى اسبوع في الشهر، تمام؟ وكمان احنا هرموناتنا دي بتتصلح بشوكولاته بحاجه حلوه من السوبر ماركت وشكرا. مش لازم نقضيها الشهر كله نتلكك، احنا هرموناتنا معرفش مالها، ما تتلككيش. ولكن انا بعذر اي واحده بتاخد اي برشام اللي هو بيمنع الحمل، ده بيسبب في لخبطه في الهرمونات وبيعمل مشاكل كتير. فالستات دي حاله خاصه، مش بتكلم عنكم عشان انا مجربه الموضوع ده قبل كده.